يا مصطفى والنبي يا مصطفى كفاية كده أنا تعبت. بلاش كده، بلاش من هنا، خليك قدامي. أيوة خليك من هنا أحسن. فضل مصطفى يقول لي الأكل هيبرد. قلت له طب استنى بس ألبس أي حاجة. قال لي لأ، أنا ميت من الجوع. قعدت جنبه ولسه لفة الفوطة عليا، كنت طالعة من الحمام. قعدنا ناكل سوا ونضحك ونهزر، وفجأة بدأ يوكلني وأنا أوكله. خلصنا رحنا نغسل إيدينا، هو غسل وملقاش فوطة ينشف فيها إيديه، راح منشف إيده في الفوطة اللي عليا. قلت له بتعمل إيه يا مجنون؟ قال لي بنشف، مش عاجبك ولا إيه؟ ضربته على كتفه، راح منشف ببقه كمان. جريت وراه وهو بيضحك، وفجأة الفوطة اتفكت من عليا وأنا اتلبخت وهو واقف يضحك. وأنا بلملمها بسرعة قلت له عاجبك كده؟ راح جري تاني دخل الأوضة وطلع فوق السرير، وإحنا نضحك ونهزر ونضرب في بعض. أهلا وسهلا بيكم في قناة حكايات مريم. النهاردة معانا حكاية جديدة وأتمنى تعجبكم. لو بتحبوا الحكايات الغريبة والمختلفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بتقول صاحبة القصة: أنا اسمي فاطمة، كنت متجوزة واتطلقت من 3 سنين عشان ما بخلفش. رجعت أعيش في بيت أهلي، أبويا وأمي متوفيين، واللي عايش فيه دلوقتي مصطفى أخويا، عنده 3 سنين وأنا اللي مربياه من وهو صغير. جوزي وقتها بعد محاولات كتيرة جدا للخلفة وعمليات ومفيش فايدة، قال لي أنا عايزة أتجوز عشان أخلف. قلت له من حقك تتجوز، بس أنا مش هينفع أكون معاك بعد كده. طلبت الطلاق وخدت كل حقوقي ورجعت بيت أهلي. قلت لمصطفى أنا عارفة إن دي شقتك ومن حقك تتجوز فيها، أنا هدور على شقة تانية وساعة ما تلاقي بنت الحلال. لقيته بيقول لي مفيش الكلام ده خالص، انتي أختي وحبيبتي ولسه بدري قوي على الجواز، وأنا مبسوط إنك هتعيشي معايا وترحميني من أكل الشارع والوحدة. قلت له طيب يا حبيب قلبي، انزل كده لف ساعتين 3 لحد ما روق الشقة. قال لي ولا هيحصل، أنا معاكي وهنضف الشقة معاكي وأساعدك في كل حاجة. بدأنا سوا أنا وهو نمسح ونكنس ونروق الشقة. كانت شبه زريبة فعلا، تراب وزبالة وكراكيب سنين. قلت له أنت إزاي عايش في الزريبة دي؟ رد عليا وهو بيضحك: خلاص بقى يا فاطمة خلصنا. فضلنا نروق لحد قشر النهار، كنا اتهلكنا حرفيا. الشمس كانت غربت بس الشقة بقت بتنور من نظافتها. بعد ما خلصنا قلت له أنت جعان؟ قال لي آه طبعا جعان موت. قلت له أنا مش هقدر أطبخ دلوقتي، خد فلوس وانزل هاتلنا أكل على بال ما أخد دش وأروق على نفسي. مصطفى لبس ونزل وأنا دخلت الحمام. طلعت لابسة الفوطة، لقيته رجع ومعاه مفتاح الشقة طبعا. دخل وقال لي وهو شايفني: حطي الأكل على الترابيزة بسرعة، أنا هموت من الجوع. قلت له أنت جبت إيه؟ قال لي كفتة، يلا بسرعة ناكل قبل ما تبرد، لو بردت طعمها بيبقى وحش وأنا خلاص هموت. قعدت جنبه وبدأنا ناكل ونهزر ونضحك، هو يوكلني وأنا أخطف اللقمة من بقه. ضحكنا ضحك جامد. قلت له يا مصطفى ده أنا من زمان ما ضحكتش كده. قال لي خلاص من النهاردة هتضحكي كل يوم. بعد ما خلصنا رحنا نغسل إيدينا، وهو كعادته ملقاش فوطة، راح ينشف إيده في الفوطة اللي أنا لابساها. قلت له يا مجنون بتعمل إيه؟ قال لي بنشف بالعند فيكي، وراح منشف فيا كمان. قمت ضرباه على كتفه، راح ضاربني وأنا جريت وراه. الفوطة اتفكت وهو واقف يضحك، وأنا بلملمها بسرعة قلت له عاجبك كده؟ جريت تاني وراه علشان أضربه. دخل الأوضة وأنا لسه بالفوطة، وكل شوية تقع مني وهو يزيد يضحك. كنت متضايقة وفرحانة في نفس الوقت. سرحت وقلت له بس بقى. دخلت أوضتي بسرعة ولبست تريننج ورجعت له. بدأت أضرب فيه وهو يهزر ويضربني تاني، وأنا أقول له مش هتضربني تاني على قفايا. والآخر الهزار والضحك كان فرحة ما حصلتش. بعدين قال لي إيه رأيك نخرج؟ انتي بقالك كتير متفسحتيش. قلت له يا ريت، نفسي أروح النيل أشم هوا واكل ذرة. قال لي خلاص يلا استعدي، أنا هدخل أغير هدومي. قلت له لأ، أنا هدخل الأول. خدت الفوطة ودخلت الحمام، ولما دخلت كان بيضحك عليا تاني. خلصت وكنت محتارة ألبس إيه. ناديت: مصطفى إيه رأيك ألبس إيه؟ جاب لي بنطلون وبدي وقميص مفتوح كده وقال لي ده هيخليكي مرتاحة وتتحركي بسهولة. لبست وطلعت فعلا متظبطة على سنج 10. وأول ما شافني قال لي إيه العسل ده؟ إيه السكر ده؟
مسك إيدي وأنا لفيت بدلع وقلت له: ده أنت الموز يا مصطفى. نزلنا ركبنا المترو، وطول الطريق ما كناش سايبين بعض، وأول ما وصلنا ركبنا حنطور اتمشى بينا وسط الأغاني والمهرجانات، الناس تتفرج علينا وأنا فرحانة كأني بنت 16 سنة. رجع بينا الحنطور لنفس المكان ومشينا سوا. لقينا بتاع دربوكة وبتاع زمارة جاب لي زمارة، وواحد بيبيع ورد واقف بعيد، وراجل بيبيع درة يقول لي: اتفضلي يا عسل، اتفضلي يا ست الكل، اتفضلي يا ست البنات، ورقة الحب. مصطفى بصله وقال له: يا باشا دي أختي. وقعدنا نضحك ونهزر وإحنا في قمة السعادة. رحنا عند المراكب وركبنا مركب في النيل، كان قاعد جنبي ومشغل أغاني. قلت له: عارف يا مصطفى نفسي أعمل إيه؟ قال لي: قولي اللي في نفسك. قلت له: نفسي أرقص. قال لي: بطلي هبل وجنان. قلت: عشان خاطري، أنا مبسوطة وسعيدة جدا. وفعلا قمت وقعدت أرقص على المركب، كنت حاسة إني عايشة بجد. لقيت مصطفى قام معايا وبدأ يرقص جنبي، وكان يوم ما يتنسيش. خلصنا وطلعنا على الكورنيش نمشي سوا. دخلنا وسط البلد، قلت له: نفسي آكل كشري، مش جعانة بس نفسي. قال لي: من عينيا يا ستي، علشان ما تقوليش إني بخيل. دخلنا محل الكشري، أكلنا ونفسنا فعلا انفتح. طلبنا حلو وخلاص وخرجنا مبسوطين جدا. قلت له: نفسي أروح الملاهي، أركب المراجيح اللي ب4 عجلات و1000 وأتفسح. قال لي: أي حاجة تريحي بيها تتنفذ، أنا عايزك تنسي كل اللي فات. قلت له: نفسي أنسى اسمي. قال لي: أنا مسؤول حقلك ده. قلت له: إزاي؟ قال لي: بس استني لما نروح البيت. ورجعنا البيت، وأول ما دخلنا حضنته وبسته وهو شالني بين إيديه وقعد يلف بيا ويضحك. قلت له: ده أنا كنت مخنوقة ومهبوسة، نفسيتي كانت متدمرة. قال لي: وأنا جاية نسيكي كل حاجة حتى اسمك، بس مش عايزة أقولك. قلت له: ليه؟ مش انت وعدتني؟ ما تبقاش رخم وخليك قد وعدك. ضحك ضحكة كبيرة وقال لي: أنا خايف تضربيني. قلت له: ما تقولش كده، ولا أنا مش حبيبتك؟ قال لي: خلاص حاضر. دخل أوضته جاب سيجارة باين إنها مظبوطة، قال لي: امسكي دي كده أحلى مسا. قلت له: إيه ده؟ أنا مش عايزة. قال لي: خديها، خدي نفس ورا نفس وشوفي اللي هيحصل معاكي. خدتها وبدأت آخد نفس ورا نفس. قلت له: طعمها غريب. قال لي: كمليها للآخر. بعد نصها كنت حرفياً طايرة، مش قادرة أسيطر على نفسي ولا على ضحكي ولا على جسمي، عمالة أضحك 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 على بطال. قال لي: روحي غيري هدومك. قلت له: هاخد دش. دخلت الحمام وأنا بهرج وبضحك، وبعدها ما عرفتش إيه اللي حصل، ما فقتش غير تاني يوم الظهر. بصيت على مصطفى، كان نايم. قمت جهزت الفطار وقعدنا نفطر سوا. قلت له: هو إيه اللي حصل امبارح؟ قال لي: يا لهوي على اللي حصل. قلت له: قل لي، أنا مش فاكرة حاجة. قال لي: ده أنت كنت بتضحكي وتضحكي وعمالة تضربيني فيا وأنا ما عملتش حاجة، بس بصراحة كنا مبسوطين جدا، ولو عملتي رياضة حلوة النهاردة هفسحك فسحة تانية زي بتاعة امبارح بالظبط. وهنا يا جماعة أنا فعلا ما كنتش عارفة إيه اللي حصل ولا اللي جرى ما بينا، وفي الآخر اكتشفت إن مصطفى عمل معايا حاجات كتير وأنا مش عارفة أتصرف إزاي ولا أعمل إيه. يا ريت تنصحوني، تقولولي أعمل إيه، أنا محتارة ومش فاهمة نفسي. نهاية القصة دي بتسيبنا كلنا في حيرة، بس في درس مهم لازم نتعلمه. أحياناً لما بنكون بنحاول نهرب من وجع أو ذكرى قديمة، ممكن ننجرف ورا أي حاجة تدينا إحساس بالفرح المؤقت، حتى لو كانت بتخلينا نفقد السيطرة على نفسنا، أو نحط نفسنا في موقف ممكن أي حد يستغلنا فيه، قريب أو بعيد. لازم نفهم إن السعادة الحقيقية مش بتيجي من الهروب، لكن من مواجهة مشاكلنا وحلها. الأمان والثقة بالنفس هم اللي بيخلونا أقوى، مش أي حاجة تخلينا نفقد الوعي أو الإحساس. القصة دي بتورينا قد إيه مهم نكون حذرين وما نسلمش ثقتنا لأي حد، حتى لو كان أقرب الناس لينا. لما يعملوا حاجة مش صح، الأمان والصراحة هم أساس أي علاقة، وسلامتك النفسية والجسدية أهم من أي حاجة.